إذا اليوم تنطلق فعاليات الطبعة الثالثة للقافلة الوطنية الشافتة تحت رعاية العديد من الوزارات الحكومية وبالتعاون أيضا مع المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب. طبعة الثالثة للسنة الثالثة على التوالي بعد نجاح طبعتين التي وصلنا إلى تقريبا 23 ولاية في كل ولايات من ولايات وطننا. نشتغل على مواضيع لتمكين الشباب من الولوج إلى عالم المقاولاتية، وأيضا كيف يمكن اليوم بناء مؤسسات ناشئة مصغرة جديدة. التزام لمرافقة كل مجهودات الدولة اليوم التي تقوم عن طريق قوانين جديدة، قانون المقاول الذاتي، قانون المؤسسة الناشئة، والوزارة الوصية التي تشتغل على كيف يمكن اليوم إيجاد كل الأطر القانونية لتخلي الشاب الجزائري يشتغل في مجال الاقتصاد بكل أمور قانونية. إذن أعتقد أن هذه القوانين تحتاج إلى العديد مثل هذه المبادرات المجتمعية التي ترافق من أجل التعريف بهذه القوانين، التعريف بهذه الامتيازات، وأيضا أن نحلم لتأسيس مؤسسات جزائرية قوية جدا ستكون مصغرة وستكون أيضا ناشئة. وأيضا في الطبعة الثالثة تم برمجة العديد من اللقاءات الدولية التي تصب في صالح لقاء أبناء جاليتنا في العديد من الدول أوروبية إفريقية عربية، من خلالها نعزز هذا التواصل وهذا الجسر ما بين أبناء الجالية ووطنهم الأم، لأنه صراحة اكتشفنا أنه كاينين شباب بعد 20 سنة من الغربة إلا أنهم عادوا إلى أرض الوطن وأسسوا إلى مؤسسات اقتصادية صغيرة. إذن هذه رسالة قوية لإيجاد مناخ اقتصادي قوي جدا، وأيضا ثقة جديدة ولدت من رحم نقول إرادة قوية يشتغل عليها السيد رئيس الجمهورية وكل المؤسسات العمومية من أجل الدعم ومرافقة وتشجيع الشباب.